على مقربة من سد خاصة شاي شمال شرق مدينة كركوك تزرع الأشجار ضمن مبادرة أطلقها رئيس الوزراء لغرس 5 ملايين شجرة في عموم البلاد. أشجار الزيتون والحمضيات هذه يراد منها أن تكون غابة في المستقبل تنقي الجو من التلوث. تفعيل هذه المبادرة في مواقع السدود العراقية في المحافظات، وها هنا نحن في سد خاصة شاي في محافظة كركوك استنفرنا كوادرنا وسخرنا كل الجهود المتاحة لنا لنزرع ونسجل إحياؤنا لهذا اليوم، يوم التشجير الوطني، والذي سيكون في يوم 12 آذار من كل عام إن شاء الله. التشجير يجري وفق معايير علمية تنجح العملية، خاصة مع توافر كميات هائلة للماء في المنطقة. سيكون حزاما أخضر يحد من التصحر ويقلل من آثار الاحتباس الحراري. مواقع السدود تتميز بأنها مناطق سياحية ويتطلب فيها زيادة المساحة الخضراء وإدامتها، حيث أن عدد الأشجار المزروعة في مشروع سد خاصة شاي من الزيتون والحمضيات والكالبتوس تبلغ أكثر من 2500 شجرة ضمن مساحة 7 دونم. وبتوجيه من دائرتنا الهيئة العامة للسدود والخزانات تم إحياء مبادرة التشجير هذا اليوم، يوم التشجير الوطني الذي سيوافق 12 آذار من كل عام. تغييرات إيجابية ستطرأ على المناخ في ظل مواصلة الزراعة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. أيضا تشهد غابات شناغة في غرب كركوك تنمية زراعية ستكون نواة لمشاريع تشجير أخرى سواء داخل المحافظة أو خارجها تحسن المناخ وتوقف التصحر. من موقع سد خاصة شاي في كركوك، محمد صغير، العراقية الإخبارية.